هاي، ازيكم؟ النهارده هنتكلم فيديو جديد. اول حاجه متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. الحاجات بقى دي لو موجوده في صاحبتك خرجها من حياتك، او على الاقل خالص خليها علاقات بس سطحيه، ما تبقاش في حياتك قوي. تمام. واول حاجه نبتدي بيها هي ان لما تكونوا قاعدين مع بعض وبتحكي لها حاجه، تروح هي تاني يوم قايلاها لكل الناس. صحابها القريبين منها هي ومش قريبين منك انت، هي قايله لهم. ناس انتوا مثلا شله، فهي راحت قالت لهم عادي. حتى لو انت هتقولي الحاجه دي للناس ديت، ما ينفعش هي اللي تروح تاخدها منك وتروح تقولها ان هي حاجه تخصك انت. ومعنى ان انا اخترتك انت وقلت لك ان انا هقول لك على حاجه، مش المفروض خالص ان انت تاخديها وتقوليها لحد تاني. تقولي لي اصل انا عادي، انا عارفه ان انت هتقوليها، انا اقولها، انت مالكيش دعوه. فايا كان شخص بيبرر لك الحوار ده، بجد 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 متقولوش على اي حاجه تاني، لان هو هيبهدلك بجد بقى. وهيبقى ساعتها مش هيبرر خالص ان هو غلطان، يقولك عادي عادي ما كانش قصدي، نسيت، هتلاقيه بيتوه ان هو قال اصلا كده. تاني بقى حاجه مهمه قوي، ان انتوا لما تكونوا قاعدين في قعده ومعاكوا ناس، او ممكن اول مره تقعدوا معاهم، ممكن ناس تعرفوها وممكن ناس متعرفهاش، يعني قاعدين صحاب مثلا، تطلع فيكي عيوب الدنيا، تحاول تقلل منك وانت قاعده، لمجرد بس ان هي تطلع تحفه. عموما بيبقى شكلها باين قوي، بيبقى شكلها وحش قوي هي بالذات، وهي بتحاول تطلع فيكي اي حاجه وحشه. بس حتى لو الحاجه الوحشه في اللي هي بتقولها دي هو فعلا موجوده فيكي، حتى لو مش المفروض خالص ان انا اقولها، مش المفروض خالص ان انا اطلعها. فبجد دي من اسوأ الناس اللي موجوده في حياتك، ان تبقى قاعده كده تلاقي شخص عمال يطلع اسوأ ما فيكي لناس انت ممكن تكوني اول مره تقعدي معاهم، لناس انتوا مثلا مش قريبين قوي. عادي زمان في الشغل، فهي صاحبتك قوي فبتحاول تطلع اسوأ ما فيكي في الشغل عشان الناس تكرهك لو هي مثلا بتحبك زياده. فيعني كده اهو. تالت حاجه بقى، وهي ان انت لما بتقولي لها مثلا ان انا هعمل حاجه مش بتشجعك عليها، صغيره كبيره، مهمه مش مهمه، عاديه مش عاديه، هي مش بتشجعك اصلا. عادي، اي حاجه انت بتعمليها عاديه، يعني ايه يعني ممكن تكون مش هتعرف تعمل الحاجه دي، ولا هتعرف تتكلم زيك مثلا في مكان ما، او مش هتعرف توصل للحاجه اللي انت وصلت لها، بس اهم حاجه ان هي مش هتشجعك نهائي. او بتشجع كل الناس، بتيجي عندك انت وتعمل نفسها عبيطه على اي حاجه انت عاملاها كويسه، والناس كلها بتشجعك عليها، كل الناس مبسوطه منها. يعني هو لو هي شخصية صاحبتك القريبة ومش بتشجعك على اي حاجة ولا بتدعمك على اي حاجة، فهي مش صاحبتك، هي مش صاحبتك. رابع بوينت بقى، وهي لو كلهم شلة وانت من ضمن الشلة، كل مثلا مرة بتتفاجئي ان هم اتفقوا ونزلوا وخرجوا سوا في خروجة ما، راحوا في مكان ما وقالوا لك، بس انت مثلا ما وافقتيش. انت ما وافقتيش، دي حاجه ترجع لك، دي حاجه تخصك انت. لكن لما كل مره مثلا نخرج من غير ما نرجع نقول لك انت وانت من ضمن الشله، معلش يبقى هما مش عايزينك في الشله، يبقى اخرجي منها، عشان انت هتبقي بالاسم موجوده معاهم بس انت مش صاحبتهم. بيقولوا لبعض حاجات انت بتتفاجئي ان انت عارفاها من ناس تانية بره، طب انت مش بتقولي ليه؟ عادي، نسينا. كل مره نسينا، ليه ما قلتوش احنا خرجنا؟ ما عادي، هي جت كده. ممكن مره تيجي كده، بس لو كل مره بتيجي باللي هي جت كده، يعني احنا مش قصدنا ان احنا نعمل كده في كل مره في كل موقف، وانت اللي بتتضايقي، يبقى اخرجي من الشله دي، عشان هم ولا هم اصحابك ولا انت شبههم ولا هم عايزينك. عادي ممكن يكون انت اللي فعلا مش شبههم، او انت مش عارفه تبقي معاهم في نفس اللي هم بيعملوه، او في نفس الكيمياء بينكم، مش يعني مش احسن حاجه. فاخرجي ودوري على ناس تانية احسن بكتير، انك تقعدي تتضايقي وتزعلي وتضيعي في وقتك كتير على الفاضي. خامس حاجه، خامس حاجه تقريبا هي خامس حاجه، ان انتي لو النهارده رايحه مناسبه وهي في نفس المناسبه، انتي طالعه تحفه قوي وشكلك جميل، والناس كلها كل ما بتشوفك بتمدح فيكي وانت شكلك بيرفكت، هي بقى اول ما تشوفك تطلع فيكي اي عيب، اي حاجه مش مظبوطه. لا لا انت شعرك ايه ده، ايه اللي انت عامله ده؟ طب ما انا على طول بعمل كده، لا 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 مش حلو. ايه ده انت عامله شعرك هنا؟ لا 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 ده مش حلو، ده شعرك بايظ، وانت ممكن يكون شعرك ده طالع تحفه، هدومك دي محدش لابسها في المكان اللي انت فيه كله وتحفه، بس هي هتقولك عليها وحشه ومش حلوه، وهتطلع اي عيب لدرجه اللي هو ممكن يبقى باين ان هي بتعمل كده، بس هي بتعمل كده من النوع اللي هو انا متضايقه. هي بتعمل كده عشان هي متضايقه، او شايفه ان انت مثلا واخده منها الانظار، الناس كلها مركزه معاك انتي وسايباها.
فهو بيجي من نابع اللي هو انا يعني اللي هو الناس كلها بتحبها، ليه الناس كلها مثلا شايفه ان هي تحفه، فاهمه؟ فهي لو كده يعني هتحقد على كل حاجه في حياتك، فبلاش لازمه خالص ان هي تبقى موجوده. سادس حاجه وهي اللي هي مش بتحكيلك غير مشاكلها بس، كل يوم بتصحى على مشكله جديده تسمعيها. عادي ممكن تبقى المشاكل دي فعلا موجوده في حياتها وده وارد، بس مش كل يوم ومش كل شويه. واللي هي بقى الاكبر ان هي بتشكيلك مشاكلها بس، اول ما تيجي حاجه كويسه بتنساكي، او هي بتختفي كده من شاتك، من تليفونك، من رناتها، وتلاقيها عملت الحاجه الحلوه قوي اللي هي حصلت في حياتها دي، وبعد كده ترجع لك تاني بمشاكل. ليه؟ ما تفهميش، بس هي هتعمل كده. يعني اللي هو لو بجد يعني اللي هو مش بتحكي لي غير المشاكل بس، وبتأثر عليكي لان انتي صاحبتها وبتسمعي لها، وانتي كمان هتتأثري بمشاعرها لو هي متضايقة او مكتئبة من حاجة ما. هتبقي نفس الحوار زيها، وبرضه هي مش بتفتكرك في الفرح، ولا بتفتكرك في اي موقف كويس، ولا بتفتكرك ان النهارده مثلا حاجه حلوه فهاجي احكي لك انتي عشان دايما بتسمعيني مثلا في الوحش. لا، انا احكي لك الوحش بس. طب الحلو لا، لها ناس تانية. او بجد في ناس كتير كده. فيعني كده هو عشان هيأثر عليك انت بس. سابع حاجه وهي اللي كل يوم بتكتشفي ان هي بتحور عليكي، بتكذب عليكي، بتألف حاجه عليكي، كل شويه تكذب، تكتشفي ان هي كذبت وتقولي لها، وبعد كده بتحاول تحور وتكذب تاني، كل يوم على كذا بقى، كل يوم على هذا الوضع، كل يوم على نفس الحاجه. طب ايه؟ طب ايه يا حبيبتي؟ كل يوم هنبقى نفس الحاله؟ هي مش بعمل حاجه غير كده. هي كل حياتي حوارات وكذب ومشاكل، والدنيا بايظه، وان مفيش حاجه حلوه، وان دايما حياتي بايظه، الناس كلها وحش. فدي لا، لا، لان هي فعلا حواراتها وكذبها كتير قوي هيدخلك انت كمان في مشاكل، وهتلاقي نفسك بتحط كده في مواقف انت ما كنتش فيها. طب انا ازاي دخلت كده؟ عشان خاطر انت صاحبتها. تمام. تامن حاجه وهي صاحبتك اللي عارفاكي مصلحه. هي مش بتكلمك غير لما تكون هتنزلي تشتري معاها حاجات. هي مش بتكلمك غير لما تبعتي لها انت حاجات في الشغل مثلا. هي مش هتكلمك غير لما تبعتي لها محاضره معينه هي ما حضرتهاش فهي عايزاك تبعتي لها. هي مش بتكلمك غير كده. عادي 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 ان يبقى في صحاب في حياتنا هم مصلحه بس، انت ممكن تاخدي منهم حاجه، هي تديكي حاجه وبس، دي بس كل العلاقه اللي تربطنا. بس انت بقى لازم تفهمي ان هي دي مش صاحبتك الجدعه، ودي مش صاحبتك اللي تعتمدي عليها في اي حاجه، ومش دي صاحبتك اللي هتروحي لما تكوني متضايقه او في مشكله تلاقيها جنبك. تمام يعني دي كده. فانت لازم تفهمي كده، هي دي كده بس. إنه ممكن الصداقه بينا ان انا لما عاوز حاجه اطلبها تديها لي، وهي لما تعوز حاجه هتطلبها مني هديها لي لو خدتها بالشكل ده. لكن لو انت مش متقبله فكره ان هي تبقى الصداقه بتاعتكم مصلحه بس، ان هي مش هتتكلمي غير لما تطلب منك حاجه، خلاص براحتك انت بقى طلعها من حياتك، تقللي معاها كلام، ايا كان. تاسع نوع او تاسع حاجه وهي ان صاحبتك اللي عايشه دور الضحيه والناس كلها وحشه، واهلي دول هم الناس الصعبه قوي، وصحابي دول كلهم هم اللي غلط، والناس كلها جايه عليها. يعني كل الناس وحشه. اه حتى انت كمان هتلاقي وحشه اصلا معاها برضو، هتبقى انت من ضمن الناس برضو اللي هتبقى اذيتها. فهي لو كل حاجة عندي انا عايشة دور الضحية كده، وحاسة ان الدنيا كلها وحشة، وان الناس كلها قد ايه صعبة، وبتقعد تحكي لك كده كتير قوي، اعرفي ان انت برضو هتبقي يوم من الايام هتحكي للناس تاني عليكي، او تقولي ان انت برضو كنت وحشة وانت ظلمتيها وانت اذيتيها. فليه هي دايما عايشة دور الضحية، وان الناس كلها صعبة، وان هي اللي بس بريئة في الدنيا ديت، وهي بس اللي كويسة والناس كلها دايسة عليها. يعني بجد بفوتي منها، اركنيها كده بعيد. اتمنى تكونوا استفدتوا من 9 النقط اللي احنا قلناهم. نشوفكم في فيديو جديد. باي باي.